الشخص بيستعين بالجن علشان يحقق أحلامه، ولكن المقابل بيكون أغلى شخص في حياته. فيا ترى هيضحي بيه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه من خلال فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع شاب اسمه أجاي وهو سهران مع أصحابه في مصنع مهجور لوحدهم، وعلشان يتسلوا بيطلبوا من أجاي يحكي لهم قصة، فبيقول لهم إنه هيحكي لهم قصة مرعبة ولكنها حقيقية وحصلت في القرية بتاعتهم. وبيبدأ القصة بالكلام عن الجن، وبيعرف أصحابه إن الجن ربنا خلقهم أقوى من البشر وعندهم قدرات أكتر منهم بكتير، وإنهم كمان بيقدروا يتشكلوا في أي شكل هم عايزينه سواء كان بشر أو وحوش أو حيوانات. وبيقول أجاي إن الجن ممنوعين من تكوين علاقات مع البشر، ولكن المتمردين منهم بيستهدفوا الأشخاص الضعفاء وبيهموهم إنهم هيساعدوهم وهيحققوا أحلامهم علشان يسيطروا عليهم ويستغلوهم. وبتكون حكايته عن واحد من الجن المتمردين، وبيقول إن في قريتهم كان في مصنع ألعاب نارية ملك لشخص اسمه أديبان. وأديبان كان دايما مكتبه ضلمة مفيهوش غير مصدر واحد بس للضوء. وفي يوم من الأيام بيروح ابنه بالا للمصنع وبيديله رسالة من والدته، وبيكتشف منها إنها هربت مع واحد تاني وسابته. وما بيقدرش أديبان يستحمل، وبتقع منه الرسالة على الأرض، وبتمسكها المساعدة وبتعرف اللي حصل وبتقراه بصوت عالي. فكل الناس اللي بيشتغلوا في المصنع بيعرفوا إن مراته هربت، ولأن الزواج مرة تانية والزوجة الأولى لسه عايشة في الوقت ده كان ممنوع في قريتهم، بيقرر أديبان يبني بيت على حدود القرية ويعيش فيه مع واحدة جديدة علشان ينسى مراته بعيدة عن الناس. ولما بيكبر بالا بيفضل يشتغل مع والده، ولكن بسبب والدته بيكون جواه غضب كبير جدا تجاه كل البنات، وبيكون بيتعامل مع البنات اللي بيشتغلوا في مصنعه بشكل وحش جدا. ولما بتروح واحدة منهم تعزمه على فرحها وتديله حلويات بيتجاهلها، وبينادي على المساعد بتاعه وبيديله فلوس بمناسبة عيد ميلاده قدامها. وبيكون كل اللي بيعمله ده وكأنه بينتقم من والدته. وبيفضل يعامل البنات وحش، ولكن والده بيجبره ويتجوز بنت جميلة اسمها لاجيني. ولكن باله ما بيتقبلهاش وبيقول لها الحقيقة من أول يوم، وبيعرفها إن والده هو اللي أجبره على الجواز منها. وبتحاول لاجيني تخليه يحبها وبتهتم بيه وبتحضر له الأكل قبل ما يمشي على شغله، ولكنه بيرفض ياكل أكلها وبيتجاهلها وبيروح المصنع، وبتفضل لاجيني لوحدها في البيت حزينة. وبيفضل باله شايل مسؤولية المصنع لوحده لحد ما في يوم من الأيام بيكون في المكتب لوحده بيشتغل، وفجأة بيلاقي شخص بيتكلم معاه. فطبعا بيفتكر إنه بيتخيل، ولكن الشخص بيكلمه تاني بصوت أقوى وبيقوله إنه عارف اللي حصل من 5 سنين. وبيقوله إنه سرق فلوس من المصنع وخسر الفلوس في لعب القمار، واتهم عامل من المصنع اسمه فيمبو هو اللي سرقهم وتسبب في إن والده يطرده من المصنع. فبيخاف بالا وبيروح يحكي اللي حصل لوالده، ولكن والده ما بيصدقهوش وبيعتقد إن دي تهيؤات بسبب ضغوط الشغل. وبيقوله إنه لو ما كانش قد مسؤولية المصنع هيخلي حد غيره يمسكه. فبيتضايق بالا وبيسيبه وبيمشي، ولما بيرجع للبيت بيفضل يتجاهل لاجيني وبيفضل يفكر في كلام والده لحد ما بينام. ولما بينام بيسحب حد البطانية من عليه، ولما بيحس بالا بالبرد بيقوم وبيستغرب لما بيلاقي البطانية متطبقة جنبه. وبياخدها تاني وبيكمل نوم، ولكنه بيفضل يسمع أصوات مخيفة حواليه لحد ما بيقوم يصرخ وهو خايف. وبتصحى لاجيني على صوته وبتروح له بسرعة وبتديله مية، وبتكون دي أول مرة يقبل منها مساعدة. وبيحس إنها فعلا قلقانة عليه. وبيحكي لها عن والدته اللي سابته واتخلت عنه فجأة، وبيقول لها إن من وقت ما هي سابته وهو بيتعامل مع كل البنات بغضب وكره وكأنه بينتقم من والدته. وبيقول لها إنه بعدها عنه علشان خاف إنها تسيبه زي ما والدته عملت. وبيعتذر لها لأنه حملها خطأ والدته وبيطلب منها تسامحه. ومن اليوم ده بتتحسن علاقتهم بشكل كبير، وبيفهم بالا إن مش كل الناس هتأذيه. وبيروح للبنت اللي عزمته على فرحها مع لاجيني وبيقدم لها هدية وبيعتذر لها على تصرفه معاها. ولما بيرجع بالا للمصنع تاني ما بيكونش خايف وبيفضل يشتغل لوقت طويل. فبتروح له لاجيني المصنع علشان تديله الغدا اللي حضرته له، وبيكون بالا مبسوط بيها، ولكن النور اللي موجود في المكتب بيفضل ينور ويطفي. وبتحس لاجيني بشعور وحش جدا ولكنها ما بتفهمش ايه سببه. ولما بتمشي لاجيني بيوصلها بالا بالعربية وبيرجع للمكتب تاني. وهناك بيرجع الصوت يكلمه مرة تانية وبيقوله إنه عارف إنه متضايق من عدم ثقة والده فيه، وبيعرض عليه يعملوا اتفاق مع بعضهم. وبيقوله إنه يقدر يساعده يحقق أرباح كتيرة جدا ما حصلتش قبل كده. ولما بيسأله بالا عن المقابل بيطلب منه نقطة دم من لاجين، وبيقوله إنه مقابلها هيديله النجاح والشهرة واحترام والده والناس ليه.
وبيفضل بالا في حيرة وبيكون مشغول في التفكير في كلامه، وبتستغرب لاجيني من حالته وبتسأله لو كان حصل حاجة مش كويسة، ولكنه بيقول لها إن مفيش حاجة وبيقرر يوافق على الاتفاق. وبيحط منوم لمراته، ولما بتنام بياخد دبوس من عقد جوازهم وبيجرحها بيه في ايديها، وبياخد منها الدم وبيروح للمصنع لوحده، وبيقول للجن اللي بيكلمه إنه أخده بالطريقة اللي طلبها منه، فبيطلب منه يحط نقطة الدم على المكتب ويغمض عينيه. ولما بيعمل بلا كده بيظهر كائن اسود مخيف وبياخد الدم بسرعة وبيختفي، وبيقول لبالا انه هينفذ وعده وهيخليه يحقق نجاح كبير، وبيقول له انه هيختفي من دلوقتي ومش هيرجع تاني غير لو استدعاه، وبيخرج من المصنع. وفعلا بالا فضل يكسب طول السنة وباع كميات كبيرة جدا من الألعاب النارية، وأخد قرض مع فلوس الأرباح علشان يبني مصنع جديد. وبيكون والده فخور بنجاحه بالأرباح الكبيرة اللي حققها ومستني افتتاح المصنع. وبترجع علاقة بالا ولاجيني كويسة من تاني وبيكونوا مبسوطين مع بعض. وبتحكي له لاجيني إن أهلها ماتوا وهم صغيرين، ومن الوقت ده فضلت عايشة مع عمها، وكانت أمنيتها الوحيدة إنها تتجوز شخص بيحبها زي والدها بالظبط. وبتقول له إنه عوضها عن أهلها، وبيوعدها بالا إنه هيفضل يهتم بيها طول حياته وهيخليها سعيدة طول العمر. وبيتابع بالا المصنع الجديد وبيشرف على بنائه بنفسه، لكن بيزداد طمعه جدا تجاه الفلوس وبيرتكب أكبر غلطة في حياته وبيستدعي الجن مرة تانية، وبيطلب منه يساعده للمرة الأخيرة ويخلي أرباحه تتضاعف. وبيقول للجن إنه يقدر يساعده ويخليه أغنى واحد في القرية، ولكن المقابل المرة دي ما كانش نقطة دم، ولكن كان حياة لاجيني كلها. ولكن بيرفض بالا يعمل كده لأنه بيحبها وبيحاول يطرد الجن، ولكن الجن بيهدده وبيقوله إنه زي ما خلاه ناجح ممكن يرجعه للفشل تاني ويخسره كل حاجة. وبيقوله إنه يقدر يستدعيه ولكن ما يقدرش يمشيه غير برغبته هو. وبيفضل الجن يحاول يقنع بالا لأيام كتير إنه يوافق على اتفاقهم، ولكن بالا بيفضل يرفض. ولكن في يوم من الأيام بيعرف إن الحكومة حظرت الألعاب النارية بسبب التلوث، فبياخد مساعده ساكي وبيروح يتأكد من الخبر، وبيعرف إن الحظر مؤقت وبعد فترة القرار هيتلغي. فبيقرر إنه يوقف الإنتاج الجديد وينقل المخزون للمصنع الجديد على أمل إن الحظر هيترفع قريب ويبيعه. ولكن بيحصل مطر شديد وبيتسرب للمصنع والمخزون كله بيبوظ من المية، وبيخسر بالا كل بضاعته وما بيقدرش يستحمل اللي حصل. وبيروح للجن المكتب وبيطلب منه يبعد عن حياته، وبيستغل الجن نقطة ضعفه وبيقوله إنه مستعد يضحي بحياته علشان مراته، ولكنها استغلته وبيشككوا فيها. وبيقوله يسألها لو كانت تعرف شخص اسمه كيلاش ولا لأ. ولما بيرجع بالا للبيت بيفضل متضايق لحد ما بيسأل لاجيني عن كيلاش، وبتستغرب لاجيني إنه يعرف كيلاش، ولكنها بتحكيله إنه كان جارها وهي صغيرة، وإنهم لما كبروا حبوا بعض، ولكنه ما كانش ناوي يتجوزها علشان كده بعدت عنه واتجوزت، وبتعتذر له لأنها كانت المفروض تحكيله من بدري. وبتطلب منه يسامحها ولكنه بيسيبها وبيمشي وبيرجع للمصنع. وبيقول للجن إنه شك في مراته بسببه، ولكن الجن بيستمر في محاولاته علشان يشككوا فيها أكتر. وبيقول له إنها كدبت عليه وبيصور له إنها بتخونه مع كلاش. وبيروح بالا لوالده وبيحكي له كل حاجة من الأول، وبيتفاجئ بإن والده مخافش وموافق يسلم لاجيني للجن. وبيقول له إنها تستاهل لأنها خاينة، وبيعرفه إن الفلوس هتخليه يلاقي شخص يليق بيه أكتر منها. وبيقول له إن لو ما كانش معاه الفلوس هي نفسها هتسيبه. ولما بيفكر بالا هو هيقول إيه لأهلها بيقترح عليه أديبان يقول لهم إنها هربت مع واحد تاني وسابته. فبيربط بالا الخيوط ببعضها وبيعرف إن والدته ما هربتش وإن والده هو كمان سلمها للجن. وبيقول لوالده إنه فعلا عمل كده وإنه مش ندمان أبدا على قراره، وبيفضل يشجعه إنه ياخد نفس القرار. وبيفتكر بالا وعده اللاجيني بإنه هيحميها وهيحافظ عليها، ولكن كلام والده والجن ليه وشكلها وهي مع كلاش بيخليه يقرر يسلمها، وبيقرر يعاقبها على أخطائها. ولما بيرجع للبيت بيقعد لوحده وبتروح له لاجيني وبتطلب منه ما يزعلش منها، فبيقول لها بالا إنه مش زعلان. وبيقول لها إن في مشاكل في المصنع وبسببها هو متضايق لأنه ممكن يخسر كل فلوسه. وبيقول لها إنه زار كاهن وقال إن جوازه منها حصل في وقت سيء وبسببه بتواجهه كل المشاكل دي، وبيطلب منها يعيدوا جوازهم مرة تانية في المصنع علشان مشاكلهم تتحل. وبتستغرب لاجيني من كلامه لكنها بتوافق تعمل أي حاجة علشان تساعده، وبتسأله مين هيكون في المصنع معاهم، فبيقول لها مفيش حد غيرهم هما والكاهن. وقبل ما يروحوا للمصنع بيخليها تقلع عقد جوازهم وبتلبس فستان باللون الأبيض وبيكون شكلها جميل، ولكن فجأة بتقع صورة جوازهم على الأرض وبتتكسر.
وبيقلق بالا من اللي حصل وبتطلب منه لاجيني يتصوروا صورة غيرها لما يرجعوا، وبيسيبوا الصورة في البيت وبيروحوا للمصنع، وبيدخلها بالا المصنع وبيطلب منها تستناه لحد ما يشوف الكاهن، وبتكون لاجيني خايفة تفضل لوحدها وبتطلب منه يرجع بسرعة. ولما بيمشي بينطفي نور المكتب فجأة، وبتسمع لاجيني صوت الجن وهو بيضحك حواليها وبتكون خايفة، وبتسأله هو مين، وبتفضل تنادي على بالا وهي خايفة. ولما بيرجع بالا بتقوله إنها خايفة وعايزة تمشي، ولكن لما بتقرب منه بتلاقي نفسها متحوطة بالنار، وبتفضل تعيط وبتترجى بالا إنه ينقذها، ولكنه بيقول لها إنها غلطت لما خانته وكدبت عليه. ولكن لاجيني بتقوله إنه بيظلمها، ولما بيفتكر بالا اللي شافه بيتأكد إن الشخص اللي شافه مع لاجيني كان هو مش كلاش. وبتقوله لاجيني إنها حامل منه، وإنه دلوقتي بيقتل روحين مش روح واحدة. وبيعرف بالا إنه اتخدع وإنها عمرها ما خانته، وبيطلب منها تسامحه. ولكن الوقت بيكون اتأخر وبيظهر الجن وبياخد لاجيني وبيختفي. وبيفضل بالا يعيط وهو ندمان، وبيروح لوالده وبيحمله مسؤولية اللي عمله، وبيقرر ينتقم منه لأنه ضيع والدته وحرضه إنه يتخلص من لاجيني، وإنه كمان خلاه يخسر ابنه قبل ما يتولد. ولما والده بيشوف شكله بيطلب منه يغير لبسه ويلبس لبس نضيف علشان محدش يشك فيه. ولكن بالا بيقرب منه بهدوء وبيمسك المخدة وبيحطها على وشه وبيخنقه لحد ما بيموت. وبيرجع باله لبيته وحيد، وبيفضل يفتكر ذكرياته مع لاجيني، وبيعرف إنه بسبب طمعه دمر حياته بنفسه. وبيروح للمصنع وبيقرر ينتحر وينهي حياته في نفس المكان اللي اختفت فيه لاجيني، وبتنتهي القصة. ولكن أصحاب أجاي بيعتقدوا إنها قصة خيالية وإن الناس هم اللي ألفوها، وبيسألوا أجاي لو كانت القصة حقيقية فين مكان المصنع اللي حصلت فيه. فبيقول لهم إن هو ده المصنع اللي هم قاعدين فيه. فبيخاف واحد منهم وبيقول إنه هيمشي، وفي نفس الوقت بيفضل النور يشتغل ويطفي لوحده. وفجأة بيحسوا إن في حد معاهم وبتظهر لهم لاجيني، وبينتهي الفيلم. هو بنتعلم من الفيلم إن السحر عمره ما كان طريق للخير، ولكن دايما كان طريق للشر. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الأفلام اللي حابب إن خصالك.